دون فردة أو عجن هنعمل النهاردة البقلاوة بالكنافة أو الجلاش بالكنافة. هيطلع معاكي ولا أحسن حلواني، طعمه مقرمش وطعمه تحفة. تابع معايا الفيديو الآخر وهتعرفي كل التفاصيل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدأ ونقول حاجة كده معايا. أنا هحضر الشربات بتاع الجلاش. انا معايا هنا استخدمت كيلو من السكر عشان هعمل شربات يعني كتير وهشيله في التلاجة. حطيت كيلو من السكر عليهم 500 جرام من 500 ملي من المية، يعني نص لتر من المية. هضيف كده السكر وعليه المية، ومش هقرب للسكر بقى خالص ولا هحط فيه اي حاجة خالص. هضيف بس عليه معلقة واحدة من عسل الجلوكوز، عشان عسل الجلوكوز ده اللي بيخلي الشربات ما يسكرش معايا. هضيف معلقه واحده من عسل الجلوكوز وهحطه على النار من غير ما اقرب له خالص نهائي. اول ما يبتدي يغلي كده على النار هضيف عصير نص ليمونه. وبعدين هشيل بقى اي زيادات كده، رغاوي كده، اي حاجه كده على الحروف هشيلها بسباتيوله كده تكون ناعمه. وهنشيل الحاجات الرغاوي والحاجات اللي على الوش. تمام. بعد كده بقى هسيبه على النار لمده 10 دقايق، واختبره كده بايدي لو الشربات عمل كده ماده لزجه كده في ايدي. بس طبعا اسيب الشربات يبرد في المعلقه. الاقيه بقى عمل ماده لزجه في ايدي كده، هرفعه بقى من على النار وهضيف عليه كيسين من الفانيليا وهقلبهم كده. واسيب بقى الشربات لحد ما يبرد تماما. بعد ما يبرد بقى طبعا هجيب بقى اي برطمان عندي او اي حاجه عندي تكون ناشفه كده ونضيفه، وهضيف فيها الشربات وهركنه بقى في التلاجة واستخدم بقى منه في اي حلويات عندي، الحلويات اللي هي زي الجلاش او الكنافه، الحاجات اللي هي الحلويات الشرقيه. طبعا خلاف البسبوسه. البسبوسه طبعا بيستخدم لها شربات غير ده خالص. انا عايزه اقول لكم ان الشربات ده هيقعد عندكم في التلاجة تستخدموه لمده 6 شهور من غير ما يسكر منك، وهيبقى جميل جدا جدا. تاني حاجه هجيب بقى معايا هنا نص كيلو من الكنافه. طلعت الكنافه دي كانت عندي في الفريزر. مش شرط في الوصفه دي ان الكنافه تكون ناعمه جدا، تقدري تعمليها بايدك كده وتفرميها في الكبه كده فرمتين، وتبقى ممكن تكون شعري كده طويل شويه، مش مشكله خالص. هيحط عليها كيسين من الفانيليا وهقلبهم، واحط عليها نص كوبايه من السمنه، وهغلف الكنافه كلها بالسمنه كويس جدا جدا. في ناس في الوصفه دي بيحطوا الكنافه كده من غير سمنه، لا انا لازم اعملها بالسمنه عشان اشبع الكنافه بالسمنه، ما تبقاش يعني يوصل السمنه لكل قطعه في الكنافه. تمام. هجيب بقى هنا استخدمت جلاش، ده جلاش اسمه جوجو. انا ده اول مره استخدمه. الجلاش ده هو وزنه 500 جرام. في جلاش تاني اسمه روتانا برضو كويس، بس ده مربع، التاني طويل، بس نفس الكمية هي ونفس الوزن هو. في اللي يقدر يحب ده يستخدمه، اللي يحب ده يستخدمه. بس برضو جلاش جوجو ده يعني صراحة ما كانش في حاجة متقطعة غير أول ورقة بس هي اللي كانت مشوها كده، حاجة بسيطة، لكن الورق كله صراحة جميل جدا. بس كده هاخد بقى ورقتين من الجلاش واغطي بقى باقي الجلاش بتاعي عشان ما ينشفش مني. وهاخد شوية كده من الكنافة كويسين كده حلوين، واحطهم ارصهم كده بالشكل ده على ورق الجلاش. واسيب الحته الاخيره دي عشان انا هدهنها بالسمنه. قبل ما الف الرول هدهنها بالسمنه، وبعد كده الف بقى زي ما انتم شايفين رول بالشكل ده كده. وهقسم كده قطعه واحط القطعه التانيه قدامها، وبنفس الشكل اكرر نفس الطريقه دي عشان يبقى الرول كله يكون متساوي. حضر بقى هنا صينيه مقاس 30 عشان تاخد لفه الجلاش، ونص كيلو كنافه دي صينيه مقاس 30. هكرر بقى نفس العملية كده مع باقي الجلاش بس كده، وهلفه كده بالراحة. وبعد كده بقى رصه في الصينية اللي مدهونة بالسمنة جنب بعضيهم كده لحد ما اخلص بقى كده باقي الكمية كلها. هدهن بقى كده دهنة بسيطة خالص من السمنة على الوش. هدخله الفرن، وأول ما ياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت هخرجه بقى من الفرن على طول. وبعد كده بقى اجيب الشربات اللي انا عملته، هاخد منه حوالي كوبايتين ونص، وهسقي بقى بيه بعد خروج الجلاش مباشرة من الفرن. هسقيه بالشربات البارد، واشبع كده الرول الجلاش بالشربات كله لحد ما يشرب الشربات خالص. وبعد كده بقى عندنا بقى في البيت اي حاجه، فستق بتاع ده، فول سوداني، لوز، اي حاجه عندي نقدر نزينه، نقدر ناكله ساده خالص من غير تزيين زي ما انتوا عايزين.
عايزه اقول لكم ان هو طعمه تحفه، جميل جدا جدا. انا صراحه اول مره اجرب الجلاش بالكنافه اللي هي بتبقى مش متحمصه. انا عندي على القناه كذا وصفه للجلاش، وصفات كتيره جدا جدا للجلاش والكنافه، عندكم على القناه هتلاقوها. وصراحه كل الوصفات احلى من بعضها، وطعمه بقى ده بقى مقرمش باقي وتحفة. الجلاش اللي كان متبقي عندنا، اللي تقطع من الحروف بتاعه الرول، وكمان شويه كانت ورقه كده كانت متقطعه، رحت مقصقصاهم بالمقص، حطيت شويه تحت الصينيه اللي انا عملتهم فيها دي صينيه مقاس حوالي 24، صينيه صغيره. حطيت شويه جلاش من تحت وكنافه في النص وجلاش من فوق، وكمان دخلتها بقى الفرن. وقبل ما ادخلها الفرن الجلاش اللي على الوش ده دهنته برضو بالسمنه، وبرضو اللي تحت برضو دهنته بالسمنه الاول. وبعد كده بقى ادخلها الفرن على يعني درجه حراره متوسطه، عشان طبعا الصينيه صغيره، تاخد بس وش كده من فوق ومن تحت. وبعد كده اسقيها بقى بالشربات البارد. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي كمان كانت طعمها بجد خطير. اي حاجه كانت باقه منكم استغلوها، هتطلع حلويات من الفخمه، وبجد احلى من اللي بتتباع بره مليون مره. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ودمتم في رعايه الله، وكل سنه وانتم طيبين.